بالظبط والاتحاد قدام المذكره، على الرغم ان بعض الشباب حاول يتحمل الى ان تاخد بيانات الى انه طب انا عاوز اعرف يا استاذ احمد، استاذ احمد معايا؟ استاذ احمد، انا عاوز اعرف ايه اسباب حصار ماسبيرو وعلى كوبري اكتوبر نتيجه الغاز المسيل الدماء ولا الخامس. انت مش سامعني يا استاذ احمد؟ الغاز يكون فوق الطبيعي بالنسبه للكرابل الغاز المسيل الدماء، فوق الطبيعي المفروض انها تضرب على الشباب. في بعض الاهماءات بالنسبه للمتظاهرين في قضيه. طب ايه اسباب الحصار؟ استاذ احمد مش سامعني بس يا ريت في الكنترول يحاولوا بس يوصلوا له الصوت. احنا بنشكرك يا استاذ احمد. احنا نرجع للاستاذ علي خفاجي بصفتك امين الشباب. انا هوصل لك رساله من الشباب بتقول ليه الرئيس ما يطلعش يقول لنا حقيقه واقعيه ان هو بيواجه مشكلات 1 2 3 4 5 بدل الكلام اللي هو احنا حاسين او الشباب حاسه ان هو كلام منمق. هو الحقيقه احنا مش محتاج ان احنا نعرف من الرئيس، لان احنا كلنا عارفين ايه المشاكل اللي موجوده. خلينا بس نأكد على بعض الحقائق او بعض ال الاشياء اللي هي يعني قواعد لازم نتفق عليها. من حق طبعا الجميع ان هو يتظاهر وينزل ويقول مطالبه باستكمال مطالب الثوره، وده كلام مش احنا بنقوله في حزب الحريه والعداله، والرئيس قاله امبارح، قال ان لسه الثوره لم تكتمل بعد ولسه في اهداف كثيره جدا لم تحقق، وحتى الانجازات اللي تمت عن طريق مؤسسه الرئاسه هو نفسه غير راضي عنها. وبالتالي الفتره اللي جايه محتاجه ان احنا نعمل جميعا، وعشان كده كان شعار حملتنا معا نبني مصر. مش هينفع ان احنا فصيل باي حال من الاحوال حتى لو كانت قوته ايه ان هو يقدر يبني مصر لوحده. لازم الجميع يتكاتف، ومش هقول نرجع زي الاول، لكن على الاقل يكون نغلب المصلحه الحزبيه فوق، يعني نغلب مصلحه الوطن فوق اي مصلحه حزبيه او اي مصالح اخرى. وبالتالي عشان نقدر نبني في الفتره اللي جايه لازم ان احنا نرجع نتكاتف تاني. لو مش هينفع ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض. احنا داخلين في منافسه شرسه في الفتره اللي جايه، هي انتخابات مجلس النواب. بدات الدوله يكون فيها مؤسسات عن طريق اقرار دستور بنسبه 66%، وهناك تشريعات كثيرة جدا هتنبني على الدستور الجديد اللي تم إقراره. وبالتالي خلاص أنا شايف أن بدأت الدنيا تخش في مرحلة الاستقرار بنسبة ما. لكن القضايا اللي احنا رأيناها النهاردة محتاج ان احنا نقف عندها وندي عندها يعني ايه بعض الملاحظات، زي الأحداث اللي حصلت النهاردة من حرق واختراق لأماكن كثيرة، منها مقر اخوان اونلاين ومقرات كثيره في حزب الحريه والعداله في مدمنهور وفي اماكن اخرى. وبالتالي اعتقد ان الجميع من الحركات والاحزاب الثوريه اللي نزلت النهارده في الميدان ترفض هذا الكلام، لكن كثير منهم لم يرفض او يعني لم يصدر بيانات واقعي، لم يصدر بيانات بإدانة أو استنكار. لما تم حرق جزء بسيط جدا من ورق كان أمام مقر حزب الوفد هاجت الدنيا وماجت وحصلت ثورات ازاي ما حدش يطلع يرفض هذا الاعتداء. لكن دلوقتي بنشوف مقرات حزب الحرية والعدالة بتحرق كأن مثلا يعني عادي. يعني المرة اللي فاتت تم حرق 24 مقر والنهارده في كثير من المقرات. لكن كل هذه الأعمال احنا بنؤكد ان هذه الاعمال لن ترهب حزب الحريه والعداله، لان شباب الحزب واعضاء الحزب هيعملوا سواء داخل المقرات او خارج المقرات. لكن هي مش قضيتنا برضو موضوع الحرق بتاع مقراتنا. احنا يعني كحزب الحريه والعداله لا نبالي في هذا الامر بشكل كبير، ولكن الاهم هو المرور من هذه المرحله على يعني على بر اخر او على طريق اخر، وهو طريق البناء اللي احنا بنهدف اليه. ولن يعني نتهاون في استكمال هذه المطالب. الجميع له مطالب ونحن لنا مطالب، والثوره الى الان لم تستكمل اهدافها. هناك اخفاقات في كثير من الاشياء وهناك انجازات تمت. ما ينفعش ان احنا نمسك في الاخفاقات ونسيب الانجازات، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان احنا نمسك في الانجازات ونسيب الاخفاقات. كثير جدا من المطالب مستعدين ان احنا نبدا في شروع في تنفيذها، ولكن للاسف الوضع السياسي اللي بيدار في البلد لا يبشر يعني بشكل من الاشكال لا يبشر بخير في الاسراع او المضي قدما بان احنا نبدا. طب انا كشاب نزلت ثوره 25 يناير في التحرير، ونزلت في محمد محمود وفي مجلس الوزراء، لحد النهارده انا ما اشتغلتش. اعمل ايه؟ لا هي طبعا ابقى محتقن ولا لا؟
لا خلينا بس نوضح ما بين شاب بيدور على شغل. مفيش حد دلوقتي بيدور على شغل ما بيلاقيش، كل اللي بيدور على شغل بيلاقي. لا بيلاقي شغل. اسمح لي، لا خليني بس اوضح لك بس. لا خليني طبعا. طب خليني اقول. انت معترض ماشي، مفيش، ما عنديش مشكله. لا معترض لان انا اجيب لك ناس تشتغل بكره يعني. كثير جدا 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 من اللي بيدور على شغل بيلاقي، بس ما بيلاقيش الفرصه المناسبه بالنسبه له. يعني هو خريج بكالوريوس مثلا فيلاقي شغلانه ب 1000 جنيه، هو مش عايز كده. لكن كثير يعني رئاسه مجلس الوزراء اعلن عن حوالي 20,000 وظيفه في شركات القطاع الخاص، وقالوا ان هي بمرتبات حوالي 1200 جنيه. قالوا وخرج الاستاذ خالد الازهري وزير القوى العامله قال ان لحد دلوقتي ما تقدمش غير 13,000 فقط. لكن كثير جدا بيدوروا وبيلاقوا، بس ما بيلاقوش الفرص المناسبه ليهم. من حق الجميع طبعا ان هو يحصل على فرص وظيفيه. يعني اعترض معاك في هذه الجزئيه، لان كثير يريد اي شغل وفي ناس مش لاقيه. يعني انا بتكلم حقيقي يعني. ما انا بقول لحضرتك رئاسه الوزراء اعلنت عن 20,000 وظيفه، جالها 13 بس. يعني كانوا دكتور هشام قنديل كتب على صفحته الهمه يا شباب، وكله يقدم على هذه الوظيفه، لكن للاسف يعني ما فيش. لكن خلينا برضو نقول ان الفئه الكبرى من الشباب المصري دلوقتي خريجين كليات وخريجين معاهد عليا وخريجين تعليم فوق متوسط. فالعمل الان متاح لفئه اخرى زي خريجين الدبلومات او ما شابه، وده بيلاقي على طول فرص وظيفيه حقيقيه. لكن للاسف برضو منظومه الاجور للاسف لسه ما زالت فيها قصور كثير جدا. يعني ما ينفعش دلوقتي ان يكون في مرتبات متدنيه وفي مرتبات ثانيه عاليه. عشان كده احنا مطلب الحد الادنى والحد الاقصى ده مطلب الجميع بلا استثناء، مش مطلب فئه دون الاخرى. ومش هينفع يتم هذا المطلب الا عن طريق مؤسسه منتخبه جديده هي اللي تقر هذا الكلام عن طريق قانون جديد للحد الادنى والحد الاقصى للاجور. وبالتالي اخفاقات اللي موجوده الفتره اللي فاتت لا يمكن ابدا التغاضي عنها، ولكن محتاجين فتره جديده، من فتره نقاهه جديده، ان احنا نبدا في بناء مؤسسه اخرى التشريعيه هي مجلس النواب اللي جاي، علشان نبدا يكون عندنا مؤسسات منتخبه تقدر تشرع، تقدر تنزل حاجه تمس ان احنا نكمل المشوار. طب انا هاخد من جزئيتك واروح للاستاذ عمرو. هناك اخبار اليوم غير ساره زي ما قال الاستاذ علي، ان احنا عندنا حريق في مقر اخوان اونلاين وتحطيم سيارتين شرطه امام القضاء العالي. عندنا تزايد حده اشتباكات في شارع الشيخ ريحان وقنابل مثيره للدموع. اسكندريه مولعه، اشتباكات بالحجاره بين المتظاهرين والشرطه. عندنا ايضا في عده محافظات، ويقال على احد المواقع مصراوي قال لك ان الجيش يرفع حاله تاهب. عندنا تظاهرات قلنا دلوقتي امام ماسبيرو، والقوات الخاصه تنتشر داخل المبنى. ايضا عندنا متظاهرون ومسلحون يهاجمون مجمع المحاكم والمجلس المحلي بمدينه الاسكندريه. وعندنا ايضا كان صباحا احراق المبنى الاداري للسكك الحديديه وتواصل الاشتباكات في القصر العيني. انت شايف كل ده، هل ده احياء لذكرى الثوره، ولا دي اعمال عنف، ولا دي مظاهرات، ولا دي ثوره تصحيح؟ يعني ده دليل، يعني ده اللي يدل ان في احتقان كبير قوي في الشارع. احتقان مسؤول عنه بشكل رئيسي هو تولد عدم ثقه في التعامل مع مؤسسه الرئاسه، والناس بقت شايفه ان الاخوان المسلمين بيحاولوا يسيطروا على كل الامور في الدوله، وبناء على ان الناس ابتدت تحس ان الثوره ابتدت تتسرق، وان في فصيل سياسي واحد هو اللي بيجني كل ثمار الثوره وبيدعو لاحتفالات في الوقت اللي لسه احنا بنقول ان الكتير قوي من اهداف الثوره ما اتحققتش. لسه ما فيش حاجه اتحققت. اذا كنا بنتكلم على ان في رئيس جايب انتخابات، ده طبعا، ولكن مش هو ده المطلب اللي اتبنت عليه بعد كده كل اهداف الثوره. طب انت شايف ان الطريق ان انت تشارك عن طريق انتخابات، ولا تشارك عن طريق تعيينات من الرئيس، ولا تشارك ازاي؟ يعني في وقت احنا كنا في مرحله انتقاليه، وما زلنا في مرحله انتقاليه، لسه الدوله ما وقفتش على رجليها زي ما بيقولوا يعني بالبلدي. الانتخابات حصلت، ولكن يعني لما الرئيس يكون خالف القسم بتاعه، ولما المؤسسات المنتخبه تبتدي تاخد الدوله في اتجاه معين، لازم الناس تقف. مع حسني مبارك كان بيعمل انتخابات شكليه، انتخابات مزوره، ولكن هو في الاخر قدام العالم كله كان
يعني عنده شرعيه يعني شكليه، لكن دلوقتي في شرعيه حقيقيه، ولكن ما بني على الشرعيه الحقيقيه يعني غير مرضي للامال تماما. انا عايز بس في كام نقطه هقول لك بس مقوله قريتها على الفيسبوك النهارده، قال لك هم عاوزين او جبهه الانقاذ او التيار الشعبي عاوزين يعملوا مظاهرات لكي يسقطوا الرئيس، ثم يسقط الرئيس ونعمل انتخابات تانية، فيجي رئيس اسلامي تاني فيعملوا مظاهرات ويسقطوا الرئيس، يعملوا انتخابات يجي رئيس اسلامي تالت، ونفضل كده. احنا ايه اللي وصلنا للحاله دي؟ الحاله العشوائيه دي، ان انتخابات وناس عايزه تعمل تاني انتخابات وناس عايزه في حركه مفرغه. اللي وصلنا لدوت المشهد بتاع استفتاء مارس. احنا طالبنا في بعد تنحي مبارك مباشره باعلان دستوري، باستفتاء على اعلان دستوري، وبعد كده يتعمل جمعيه تاسيسيه تعمل دستور، وبعد كده يبقى فيه انتخابات. ولكن اللي حصل ان احنا عملنا مجلس شعب بدون مش معروفه صلاحياته، وعملنا مجلس شورى مش معروفه صلاحياته، وكل واحد كان بيتحكم في صلاحيات مجلس الشعب. احنا النهارده بنشوف على المزاج. انت النهارده مجلس شعب سوف ينتخب او مجلس نواب طبقا للدستور، تمام. ثم سيتحل مجلس الشورى وينتخب انتخابات تاني مجلس الشورى، فاحنا بنبدا من اول السطر. ايه المشكله بقى؟ المشكله ان احنا ما عندناش ثقه في اداره المرحله الحاليه واداره الانتخابات في الفتره اللي جايه. انا استاذنك بس، احنا معانا الاستاذ مصطفى الجندي النائب السابق. انا ازيك يا استاذ مصطفى؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك وبضيوفك. انت حضرتك في التحرير ولا فين يا استاذ مصطفى دلوقتي؟ ايوه في التحرير. في التحرير. ايه الوضع حاليا في التحرير يا استاذ مصطفى؟ والله الوضع ان الشعب المصري نزل في ذكرى 25 يناير لاستكمال ثورته التي تم سرقتها اولا من المجلس العسكري، وبعد كده مع الاخوان والدستور، والشعب المصري نزل يستكمل ثورته. الشعب المصري اللي حلم ان الثوره دي هيلاقي فيها لقمه عيش، لا الدنيا كلها بتغلى وياه، والحياه لا تغيرت الى اسوء ولم تتغير فيها اي شيء. لقى ان الدنيا شغاله، ان دي جماعه واللي هو تبع الجماعه يبقى تبعنا، واللي مش تبع الجماعه ما يلزمناش، ولازم اقرب من الناس اللي قريبين مني ما بثقش في حد الا الناس دي. بحاصر دستوريه، بطلع اعلان دستوري بالليل، بعمل دستور نفسه بالليل، بطلع دستور ليه؟ يعني كل ده، كل التراكمات ديت الشعب النهارده نازل بيقول يا تسقطوا هذا الدستور وتحاكموا الولاد اللي قتلوا عيالنا في الاتحاديه والمجرمين اللي قتلوا عيالنا في الاتحاديه، يا اما احنا مكملين ثورتنا لغايه ما نسقط اي انسان هيقسم هذه البلد. يعني ايه المطالب بالتحديد يا استاذ مصطفى اللي النهارده الناس هتقعد في التحرير عشانها؟ يعني هو اسقاط الدستور فقط؟ لا في التحرير الناس مش هتقعد، امهاتنا واخواتنا اللي موجودين في التحرير مش هيقعدوا كتير. لازم يسقط وترجع الدوله ويرجع القانون. الدوله تم اغتصابها بمحاصره المحاكم وبتعيين النواب بالليل وعمل ايه. هو في ايه؟ البلد دي مش هيحكمها يا جماعه، البلد دي هيحكمها مصري لكل المصريين. البلد دي قامت فيها ثوره عشان المصريين يعيشوا باحترام، يلاقوا لقمه العيش مش بجبون وثلاث رغيفه. طب ثانيه واحده يا استاذ مصطفى، معايا الاستاذ محمود البربري عاوز يعلق على كلام حضرتك. معلش يا استاذ مصطفى، انا اللي اراه للشعب المصري من حقه اللي هو ينتفض، ومن حقه اللي هو يثور، ومن حقه اللي هو يعترض، ولكن هل هو الشعب المصري دلوقتي اللي بيحرق مقرات الاخوان، وهو اللي في شارع الشيخ ريحان في مناوشات بينه وبين الداخليه، واللي هو في اسكندريه وفي تاهب من الجيش وفي درجه قصوى في الجيش دلوقتي بسبب المناوشات ديت؟ هل هو ده الشعب المصري اللي حضرتك بتاكد؟ اتفضل. هو الشعب المصري دوت اللي كسر السجون وفتحها وخرج الناس ايام 25 يناير. الشعب المصري برضه هو اللي هرب الناس. الشعب المصري ولا كانت عصابات؟ يا فندم انا بتكلم عن المشهد دلوقتي، انا بتكلم عن المشهد الحالي. نسمع تعليق يا استاذ محمود. السبب ان احنا قسمنا الشعب يا استاذ، قسمناه، ده مسلم وده تبعي وده كافر وده ليبرالي، قسمناه على المنابر لما المشايخ يطلعوا يكفروا الناس، قسمناه لما رئيس الجمهوريه يطلع على منصه اتباعه، قسمنا الشعب واحنا بنحصد هذا التقسيم، والشعب ساير النهارده لانه رافض هذا التقسيم. البلد دي مش هتتقسم. طب استاذ مصطفى، انت شايف ازاي نخرج من هذه الازمه في ظل الاوضاع الاقتصاديه المترديه اللي احنا محتاجين نطلع خطوه لقدام؟ انا مش هشتغل بالامر الواقع. اللي انتوا عملتوه غلط، اللي انتوا عملتوه من اعلان دستوري غلط، من تحصين الرئيس غلط، من تحصين الاحكام غلط، من محاصره الدستوريه غلط،
من ان انتوا تاخدوا الدستور بهذا المنطق غلط. لازم الغلط يرجع عشان نمشي قدام، لكن احنا مش هنمشي بامر واقع خلاص خلصنا وعجله تدور. عجله تدور يا مسلمين، اذا كان ربنا بيقول مش هتدور الا بالقصاص، ولكم في القصاص وحياه يا اولي الالباب. يعني مفيش عجله هتدور الا لما حق الغلابه يجي وحق الناس اللي استشهدت يجي، ونعرف مين اللي موتهم من فوق المنابر ومن فوق المباني، ونعرف مين اللي قتل عيالنا. هو ده طب حضرتك شايف ان احنا ازاي نخرج من الازمه لكي يستمر طريق الثوره في ظل حلول يرضى عنها جميع الاطراف؟ فان عدتم عدنا، اسحبوا هذا الدستور الشائن الذي لن يطهره ولا استفتاء ولا 100 استفتاء. اسحبوا هذا الدستور وحاكموا الجماعات اللي نزلت قتلت عيالنا في الاتحاديه. يا استاذ مصطفى نسحب الدستور ازاي وحضرتك نزلت استفتيت عليه؟ طب انت حضرتك ما قلتش كده قبل الاستفتاء؟ هو الاستاذ محمود البربري بيقول انت حضرتك نزلت استفتيت عليه ازاي؟ جبهه الانقاذ نزلت تستفتي على الدستور وتم عليه لما الاغلبيه وبالتالي اقر الدستور. يا فندم النتيجه عشان ما رضيتش الناس دلوقتي بيقولوا الاستفتاء فيه مشكله. طب هم نزلوا استفتوا عليه ليه؟ ما كنت تعترض من اول ما تنزلش. مين اللي نزل؟ 80% من الشعب المصري. يا فندم انت حضرتك اعلنت بجبهه الانقاذ هتنزل تستفتي على الدستور ليه؟ الدستور ده الشعب اللي استفتى عليه. الشعب قال كلمته. لا في اعباط ولا في نوبه ولا في حاجه. يا فندم الشعب قال كلمته، ولا انا ولا حضرتك نقدر نتكلم في القصه دي. الشعب قال كلمته على الدستور، خلاص الموضوع خلص. ولا انا اقدر اتنازل عنه ولا حضرتك بتتكلم باسم الشعب. 2010 الشعب برضه كان بينزل وبينتخب. مين اللي قال كده يا فندم؟ يعني انت بتقول ان النظام اللي فات كان كويس؟ ما تقوليش يا فندم النظام اللي فات كان كويس، كانت الانتخابات كويسه في الاول. قاضي على 7 صناديق و6 صناديق ومش قادر يبص عليهم. ما تقوليش الشعب نزل. لما القضاء يبقى متقسم ومفيش اشراف قضائي كامل على الانتخابات ما تقوليش الشعب نزل. يا فندم حضرتك يا فندم الاول قلت اللجنه فيها مشكله، الجمعيه التاسيسيه فيها مشكله، وبعد كده اعترضتوا على الجمعيه التاسيسيه قلت لا الاستفتاء فيه مشكله، وانتوا اللي قلتوا ننزل الاستفتاء وننزل نقاطع. هي دي جوه حضرتك في الشارع يا فندم. ارجعوا قبل فوات الاوان. انا بقولها لكم نصيحه الاحزاب تنزل تشتغل في الشارع. الاخوان عامله مشاريع دلوقتي خدميه في الشارع، انزلوا اشتغلوا في الشارع. اشتغل في الشارع وانتوا بتختصموا دستور ثوره. دستور ثوره. طب استاذ مصطفى هو معترض عليها. احنا دلوقتي برضو نريد العبور من هذه الازمه، مش عاوزين يبقى ما هو كده هيبقى في طرفين ومصر مقسومه شطرين. هنستمر على كده مش هنطلع من هذه الازمه. احنا عاوزين حلول نطلع بيها من هذه الازمه. مش اللي حرموا الثوره وخروج الحاكم هم اللي يكتبوا الدستور، مش اللي حللوا الديه للشهيد هم اللي يكتبوا الدستور. الشعب ده كبير قوي عليكم والبلد دي كبيره قوي عليكم. وليه حضرتك تكتب انت الدستور؟ مين اللي يقول لك اكتب؟ انت حضرتك انت معترض عليه، قول لي الاعتراض. انا عاوز امسك نقطه معترض حضرتك عليها. خلي الشيخ عفت اللي يكتبه، مش اللي حرم الثوره هو اللي يكتبه. يا فندم الناس كتبت الدستور والشعب استفتى عليه. الشعب ده مش جاهل، الشعب قرا الدستور والناس قرت الدستور واستفتت عليه والنتيجه طلعت 65%. ممثله للشعب. رئيس الجمهوريه وقف في البرمونت وسط الثوار وقال هذا الدستور هذه الجمعيه انا هغيرها، وقفوا معايا الثوار وحنس مع الثوار ولم يوفي بوعده مع الثوار ولم توفوا باي وعد وتكذبون طول الطريق. لا حول ولا قوه. الناس كلها شايفه انتوا بتعملوا ايه. هي دي المشكله. يعني استاذ مصطفى طبعا اليوم هو عيد الثوره وكان الجميع يعني ليسوا فرقاء وكانوا اشقاء، وهذا ما انجح الثوره. احنا برضو انا هطرح عليك السؤال الاخير، كيف الخروج من الازمه في حل يرضي جميع الاطراف؟ اتقطع الارسال. بنشكر الاستاذ مصطفى الجندي النائب البرلماني السابق. نرجع تاني للاستاذ عمرو، وانت من الطرف الذي اعتقد يؤيد الاستاذ مصطفى. اطرح عليك نفس السؤال. يعني انا بالمناسبه انا كنت عضو في جمعيه التاسيسيه وانسحبت ضمن المجموعه اللي انسحبت في الاخر، وكان الاستاذ علي بيتكلم على الحد الادنى والحد الاقصى للاجور، ودي من المواد اللي كان عليها مشكله داخل حتى الجمعيه التاسيسيه، اللي اتكلموا على الحد الادنى وفرغوا في الماده اللي تم اقرارها، فرغوا تماما الحد الاقصى اللي اتقال في حد ادنى للاجور وحد اقصى